تخيل معايا كده يبقى صابح عليك بكرة أهم حدث في حياتك، حدث أنت بتحلم بيه من وأنت عيل صغير ومش مصدق إنك خلاص تقريبا رايح تحققه بكرة، ويا ريت الحدث ده بيخصك أنت بس أو بيخص حلمك، بل ده بيخص حلم بلدك كلها، ولكن في الليلة دي بيحصل لك أكبر صدمة في عمرك. في نهائي كأس العالم سنة 1998 وبعد ما البرازيل خلاص اتأهلت للنهائي ضد فرنسا وكل التوقعات رايحة إن كأس العالم رايح السنة دي للبرازيل، كل لعيبة المنتخب البرازيلي فوادهم بيستعدوا للنوم عشان يقوموا بكرة لأهم حدث في حياتهم، ومن ضمن اللعيبة دي يكون في النجم الصاعد اللي كل التوقعات والآمال رايحة عليه والعالم كله مستني يشوف بكرة أداء رونالدو الظاهرة، ويكون رونالدو هو كمان بيستعد للنوم في غرفته وبيكلم خطيبته سوزان يطمن عليها إنها وصلت لغرفتها، وسوزان بتكلمه وبتطمنه إنها وصلت لغرفتها وبتقول له إن أنت لازم تنام بدري عشان تبقى مركز بكرة في الماتش ومستعد ليه، وأنا كمان لازم أنام بدري عشان أبقى فايقة للماتش بكرة وأعرف أشجعك في المدرجات، وخلاص بيقفلوا المكالمة وهم متفقين إن كل واحد هينام عشان يبقى مركز بكرة. ورونالدو بعد ما بيقفل مع سوزانا ويتجه لسريره ويفرد ظهره كده على السرير بيقعد يسرح شوية بخياله ويحس إنه ملك، إنه أسعد واحد تقريبا على الكرة الأرضية دي، شهرة ونجاح وفلوس وحب من العالم كله وحبيبته وحب حياته كلها كام شهر وهيتجوزوا، وكمان حلمه الأهم إنه يجيب كأس العالم لبلده كلها كام ساعة تقريبا وهيحققه. ولكن فين الخازوق؟ اصل صدقني مش من الطبيعي خالص ان الدنيا تديك كل حاجه كده بتتمناها، فين الخازوق؟ الدنيا ما بترضاش بالكلام ده، مش طبيعي، فين السسبنس والحماس؟ ولكن رونالدو ما بياخدش خازوق واحد، بل بياخد اكبر كميه خوازيق ممكن حد ياخدها على الكره الارضيه. وبعد ما رونالدو بيخلص الاحلام الورديه بتاعته دي وبيتجه انه ينام بيجي له تليفون يقومه من عز نومه مفزوع، بيقوم مفزوع من النوم وبيقول يا ترى مين هيكون بيرن عليا في وقت زي ده، ومجرد ما يروح ويمسك سماعه التليفون يلاقي شخص بيقول له الحق حبيبتك سوزانا بتخونك. طبعا رونالدو بيهاجمه في ساعتها بيقول له انت كذاب، انت مين؟ انا متاكد ان هي نايمه، انا لسه قافل معاها دلوقتي حالا وقايله لي ان هي نايمه. ولكن الشخص ده بكل هدوء بيقول له صدقني انا مش بكذب عليك، انا صاحبك وبحبك وبقول لك ان سوزانا بتخونك. وبرضه رونالدو ما بيصدقوش وبيقعد يهاجمه ويقول له مستحيل، انا عارف ان هي نايمه دلوقتي. ولكن مجرد ما الشخص الغريب ده بيقول له صدقني انا لسه شايفها بعيني دول في حضن المذيع بيترو بيال، مجرد ما رونالدو بيسمع الاسم ده بيحط سماعه التليفون وينزل جري يروح لفندق سوزانا. واللي خلى رونالدو ينزل يجري كده عشان يتاكد فعلا من كلام الراجل ده انه شاف اكتر من مره نظرات تبادل واعجاب من بيترو وسوزان، لدرجه انه في ماتش من الماتشات وهو بيبص على سوزان وبيشوفها وهي بتشجعه لقاها قاعده عماله تهزر وتضحك مع المذيع ده. ولكن رونالدو كان كل موقف او حاجه بيحس بيها كان بيقعد يكدب نفسه ويقول مستحيل، اكيد دي علاقه سطحيه والنظرات المتبادله ما بينهم دي نظرات ود مش اكتر. ولكن مجرد ما رونالدو بيوصل لفندق سوزانا بيحصل الصدمة. أول ما رونالدو بيخش فعلا قاعة السهرات اللي موجودة في الفندق بيلاقي كلام الشخص المجهول ده صح 100%، وفعلا حبيبته سوزانا في حضن المذيع بيترو بيال. وأول ما رونالدو بيشوف المنظر ده بيقف متمسمر في مكانه مش عارف يعمل إيه، مش عارف يحزن على الحب والمشاعر والإنسانة اللي حبها وكان مخلص ليها، ولا في نفس الوقت يفرح إنه عرف حقيقتها واكتشف إن هي إنسانة خاينة وكدابة. وسوزانا أول ما بتشوفه قدامها بتترعب ووشها بيجيب ألوان وبتبقى مش مصدقة إن رونالدو واقف قدامها، ولكن رونالدو بيبص لها وما بينطقش بولا حرف وبيسيبها واقفة وبيروح يمشي للفندق بتاعه. وطبعا زي اي واحده خاينه لازم هتجيب كل اللوم على رونالدو ان هو السبب في اللي حصل. وبالفعل بعد اتصالات ومحاولات كتير منها انها توصل لرونالدو مجرد ما بيرد عليها تبدا تمثل الانهيار والبكاء والندم وتبدا زي ما توقعنا ترمي كل اللوم عليه، وانك انت السبب في اللي حصل بسبب اهمالك ليا وانشغالك بالتمارين، انت بسبب اهتمامك بحلمك واهمالك ليا خليتني ابص لغيرك. وكان انشغال الراجل بتحقيق احلامه واهدافه اللي هي اصلا هتكون جزء منها مبرر ليها انها تخونه. وفي وسط كل الكلام الاهبل والعبيط ده رونالدو بيكون ساكت تماما، وفي اخر المكالمه بيسالها سؤال واحد بس، وهو ليه انا تعملي معايا كده؟ ليه بالرغم من اخلاصي وحبي الشديد ليكي اكتشف في الاخر انك بتخونيني؟ ليه ده انا بالرغم من شهرتي ونجاحي وان ملايين البنات بيتمنوني حوالين العالم لسه لحد دلوقتي مخلص ليكي زي اول يوم عرفتك فيه؟ ليه؟ وبيسيبها رونالدو مكمله انهيار وعياط وبيقفل السجن. واللي ما يعرفش منكم فسوزانا دي ما كانتش مجرد واحده كده هو معجب بيها او حبها لما كبر واتشهر، لا دي كانت حرفيا وبالراحه قوي كده بدون اي مبالغه حب حياته، الانسانه الوحيده اللي فتح عينه على الدنيا لقى نفسه بيحبها من ايام ما كان لسه صغير وبيلعب في نوادي محدش يعرف اسمها ايه. وبالرغم من كده حتى لما اتعرف واتشهر وبقى واحد من اغنى واشهر لاعبي كره القدم برضه فضل متمسك بيها وما رضيش يسيبها، لدرجه انه في اي ظهور اعلامي او بطوله ليه كان لازم بتكون جنبه ومعاه في كل وقت. وكانت النتيجه في الاخر منها مقابل كل ده انها خانته وكسرته. اول مره سمعت فيها قصه رونالدو دي جه في دماغي على طول مقوله محمود درويش لما قال لم امت حينما اصابني السهم
ولكني مت حينما رأيت من رماه. فعلا جه في دماغي ان سوزانا دي لو كانت واحده كده عابره عارفها وجرب يرتبط بيها وما كانتش في دماغه قوي، ما كانتش هتأثر قوي كده فيه، اصل في ملايين احلى منها، اكيد كان هيلاقي احلى منها. سوزانا كانت جامده وكل حاجه مش هنختلف في ده، بس اكيد في احلى منها، خصوصا ان ده راجل ناجح ومشهور وملايين بنات العالم بيتمنوه، ولكن بسبب ان دي كانت حب حياته ومش مجرد واحده كده عابره اثرت فيه جدا جدا وغيرت من شخصيته. احساس الخيانه على قد ما هو صعب وممكن اي حد يتعرض له، على قد ما دايما بيكون الاصعب منه هو جه من مين. ووسط كل ده اللي بيكون سامع الموضوع كله من اوله، من اول المكالمه الاولى اللي جت لرونالدو لحد ما نزل واكتشف خيانه حبيبته بنفسه، هو روبرتو كارلوس. ولكن للاسف ما بيكونش عارف يعمل اي حاجه يهدي بيها صاحبه، وحتى لما بيعمل عبيط ويروح يسال رونالدو مالك في ايه اللي حصل، رونالدو بيرفض تماما الكلام وبيطلب منه انه يسيبه عشان ينام. وفي ساعتها روبرتو بيتبسط وبيقول اكيد النوم هيهدي شويه من حالته، فهيهدي من حاله الصدمه اللي اتعرض لها وهيقوم بكره ان شاء الله كويس. وبيروح روبرتو لغرفته وهو مبسوط ان رونالدو هينام، ولكن قبل ما روبرتو بيبدا يتعمق في النوم بيحصل اللي هو كان خايف منه. بيقوم روبرتو مفزوع على صوت واحد بيتنفس بطريقه غريبه كانه بيطلع حرفيا انفاسه الاخيره، وبيقوم مخضوض وبيجري جري على اوضه رونالدو، وبيلاقي رونالدو مرمي على الارض مش قادر ياخد نفسه كانه حرفيا بيموت. وفي ساعتها بيصرخ روبرتو كارلوس زي العيال الصغيره بالظبط، الحقوني رونالدو بيموت، باعلى صوت عنده، لحد ما طاقم الاسعاف كله بيجي بسرعه لرونالدو. ولكن المشكله ان حتى طاقم الاسعاف ما عرفش يعمل اي حاجه لرونالدو، ولقى حالته اصعب من ان هم يعرفوا يتعاملوا معاها، فبالتالي خدوه في العربيه وسط صدمه ودهشه من صحابه كلهم وطلعوا بيه على المستشفى. وفي المستشفى الدكاتره بيكتشفوا ان رونالدو جاله صدمه عصبيه عملت له حاله صرع شديده، وبعد ما بيحطوه على جهاز التنفس وبيحاولوا يهدوه بكل الطرق برضه رونالدو ما بيهداش ولا حاله الصرع اللي عنده دي بتهدى، وما بيكونش قدامه غير انه يدوله واحد من اخطر المهدئات الموجوده على الكره الارضيه، وهو مهدئ البانتوبر بتاعه. خليني اوضح لك خطوره المهدئ ده. المهدئ ده كان سبب في ان موت كتير من المشاهير، بعديها بفتره اتمنع من الاستخدام في اغلب دول العالم، وحتى الدول اللي بتستخدمه في حدود ضيقه جدا زي حالات الموت الرحيم للبشر او الحيوانات. والمهدئ ده باختصار شديد كده بيعمل على خفض جميع الانشطه الحيويه الموجوده في الجسم، يعني بيقلل من معدل ضربات القلب والتنفس ونشاط الجهاز العصبي، فبالتالي بيأثر جدا جدا على التركيز وحركه الجسم. ولكن للاسف الشديد الدكاتره ما بيكونش قدامهم اي حل غير كده. وطبعا مش محتاج اقول لك الاعلام بعد ما غطى الخبر ده المنتخب البرازيلي كانت نفسيته عامله ازاي، حرفيا نفسيه المنتخب البرازيلي كلها اتدمرت، خصوصا كمان لما عرفوا تشخيص رونالدو بحاله الصرع اللي جت. رونالدو كان بالنسبه لهم اهم واحد في الفريق، واحد لحد وقتنا هذا هو اصغر لاعب ياخد البالون دور في التاريخ، ومحدش لحد دلوقتي عارف ياخدها في سنه. واحد كان في عز مجده في البرايم بتاعه وقتها، ووجوده في اي فرقه بيشكل خطر كبير للفريق المنافس. ولكن بالرغم من كل ده الشخص ده دلوقتي بيصارع الموت. طبعا ده كان تدمير تام للمنتخب البرازيلي، وفي نفس الوقت المنتخب الفرنسي مجرد ما سمع الكلام ده بقى ضامن الفوز بشكل رسمي، وهو شايف اهم واحد في الفريق مش هيلعب، وبقت معنويات المنتخب الفرنسي كلها في السماء متوقعين ان الكاس رايح ليهم. ولكن قبل ما الماتش يبدا ب10 دقايق بس تحصل المفاجاه. بيخش رونالدو على لعيبه المنتخب البرازيلي غرفه الملابس وسط فرحه وانبهار من اللعيبه كلها انهم شايفين رونالدو تاني واقف على رجليه، وخلاص بيبدا الامل تاني يرجع لهم ويحسوا ان الفوز رايح ليهم. ولكن بتحصل الصدمه هنا من المدرب اللي مبسوط زيهم بخروج رونالدو من المستشفى وانه شايفه واقف على رجليه، بس في نفس الوقت برضه شايف اثار الصدمه والمخدر الشديد على رونالدو، وعارف ومتاكد ان رونالدو مستحيل حتى يعرف يلعب بنص كفاءته، وبيطلب منه انه يرتاح ويقعد يتفرج على الفريق وهو بيلعب. ولكن رونالدو بيقاطعه على طول وبيقول له ارجوك ما تحرمنيش من اهم يوم في حياتي، ما تحرمنيش من اليوم اللي بحلم بيه من وانا عيل صغير، انا واقف قدامك اهو انا قادر العب وبكامل قوتي. وبيقعد رونالدو يترجاه والدموع ماليه عينيه، وهنا المدرب بيشوف الكسره والدموع في عيونه، وللاسف بيشتغل عنده الجانب العاطفي. وانا بقول لك للاسف لان المواقف اللي زي دي ما ينفعش المدرب او القائد يشتغل عنده الجانب العاطفي، لازم يكون تفكيره عقلاني ومنطقي 100%. ولكن المدرب لما بيشتغل عنده الجانب العاطفي بيحس ان لو حرم كمان رونالدو من الماتش ده هيبقى دمر رونالدو تماما، خصوصا انه عارف اللي حصل له امبارح وعارف ان دلوقتي ما عادش عنده الا الكوره اللي كمان لو حرموا منها ممكن رونالدو يموت من القهر. وبيوافق المدرب على انه ينزل يلعب، ولكن يا ريت ما وافق. Two corners, two Zidane headers, double trouble for Brazil. Ronaldo and Barthez, nasty tumble for him. Both of them end up, and he wants the referee to stop it, and now Dunga. Variation. Ronaldo, most important moment of the night so far.
حرفيا رونالدو بالراحه قوي كده بدون اي مبالغه بيقدم اسوأ اداء تاريخي في حياته، وبيبقى الماتش ده واحد من النقط السوداء في تاريخ رونالدو، لدرجه ان المنتخب الفرنسي اللي اتلعب تاني اول ما سمع انه نازل كان واقف طول الماتش مصدوم من ادائه ومش عارف مين اللي سمح له انه ينزل يلعب بالطريقه دي. وبيخلص الماتش بنهاية ساحقة للمنتخب البرازيلي، 3 للمنتخب الفرنسي مقابل لا شيء للمنتخب البرازيلي، وسط صدمة من الشعب البرازيلي كله والعالم. ويرفع زيدان الكاس وسط كسرة ودموع من رونالدو، وبيرجع رونالدو من فرنسا وهو خسران أهم بطولة في حياته، بطولة كان بيحلم بيها من وهو عيل صغير، ومصدوم في أكتر بني آدم كان بيحبها وبيثق فيها. وأنا اتعمدت إن أقول مصدوم لأن الخاين لا بيتحزن عليه ولا بيتخسر، هو بس بياخد وقته وبعد كده بيتنسي، بل بيكون درس مهم بيعلمك حاجات كتير وبيأثر في حياتك بعد كده. وده بالظبط اللي حصل مع رونالدو. ولكن لحظة هنا شوية، خدت بالك من حاجة؟ الشخص اللي كان لسه امبارح قاعد عمال يتخيل نفسه خلاص خد كاس العالم وحاسس انه ملك ومحقق كل احلام حياته، تاني يوم هو شخص متدمر نفسيا وعاطفيا، ويا ريت بس عليه ضغط من نفسه، بل عليه ضغط من فريقه وشعبه وبلده كلها اللي بتجيب كل اللوم عليه وان هو السبب في خسارته. الشخص اللي كان حاسس انه امبارح ملك ومحقق كل حاجة في الدنيا وهو صغير، حاسس دلوقتي انه عنده 100 سنة وقاعد عمال يعيط ومنهار ومش مصدق اللي حصل. الموقف ده اكيد حصل معاك، واحب ابشرك انه لو ما حصلش معاك لازم هيحصل معاك. حال الدنيا دايما كده، بتكون حاطط ترتيبات وتوقعات لحاجه وبتيجي الدنيا تفاجئك بعكس ده تماما. بس صدقني الموقف ده على قد ما بيكسرك وبيخليك تنهار، على قد ما بيغير فيك وفي شخصيتك كتير جدا وبيخليك عقلاني وهادي بعد كده في كل حاجه. ولعلمك هو مش شرط خالص يبقى خيانه، ممكن بعد الشر يكون فقدانك لحد عزيز قوي كان قريب منك ومره واحده ربنا افتكره، او حاجه كنت حاطط عليها امال وطموح ومره واحده ما جاتلكش. ولو مفكر ان الدنيا شبت خوازيق لحد هنا تبقى بتهزر. يعني معقوله يا راجل الدنيا سايباه كل ده وعماله تحقق له كل احلامه، وهتيجي في الاخر بعد ده كله تخزوها خازوق واحد؟ لا برضه يا راجل ما تهزرش، مش معقوله، لازم تديله كومه خوازيق كده وياخد اوفر مع بعضيه. الدنيا شافت رونالدو خسران اهم يوم في حياته، ومصدوم في حب حياته وحب طفولته، ومذموم من مشجعينه وبالذات من شعب بلده اللي كان حاطط امل كبير عليه، ومتدمر نفسيا وعاطفيا ومعنويا. قعدت الدنيا كده شويه مع نفسها وقالت متدمر نفسيا وعاطفيا ومعنويا، يبقى ناقصه تدمير ايه تاني؟ ناقصه تدمير ايه تاني؟ يبقى ناقصه تدمير بدنيه. ويجي رونالدو التدمير البدني. رونالدو بعد ماتش كاس العالم ده بكام يوم يجي له رباط صليبي يخليه يقع يصوت زي العيال الصغيره، وده للعلم ما كانش اول مره يجي له صليبي، دي كانت المره الثانيه. واكيد معظمكم عارف ان اصابه الصليبي لما بتتكرر اكتر من مره بتبقى تقريبا كده دمار الرجل، ومستحيل تاني اللاعب يرجع بكفاءته زي الاول. واللحظه اللي رونالدو بيقع فيها على الارض وبيصوت وماسك رجليه، العالم كله وقتها بيقف حزين ومتضايق وبيقول خلاص كده رونالدو انتهى. والعالم كله كان فعلا وقتها حزين عليه مش شمتان فيه، وده لانهم كانوا حاطين امال ان قدامهم واحد هيشوفوا منه تاريخ اسطوري، واحد شايفينه افضل مهاجم في التاريخ. خلاص تقريبا رجله اتدمرت، ويا ريت على قد رجليه وبس، لا كمان تركيزه اللي العالم كله كان بيحسده عليه ومستغرب ازاي عنده التركيز ده وما بيخطئش ابدا في تصويب الهدف، ازاي تركيزه ده راح وبقى دايما مهزوز ومش عارف يرجع زي الاول. وحتى لو دخل في فتره تاهيل طويله ورجع تاني من اصابه الصليبي برضه مش هيرجع تركيزه وعصر البرايم بتاعه تاني زي الاول. وعايز الفت نظرك برضه وتخلي بالك هنا تاني من حاجه، ان ده ما كانش كلام مدربه او نظره شخص فيه، لا ده كان العالم كله مقتنع بكده، ان رونالدو البرايم بتاعه العصر الذهبي كانت فتره وخلاص انتهى. ولكن ده كان راي العالم كله بس ما كانش راي رونالدو خالص. رونالدو بيخش تاني فترة تأهيل من الرباط الصليب، وبعدها بيعمل لنفسه معسكر تدريب شرس، معسكر تدريب كان بيطلع كل طاقة الغضب والحزن اللي كانت عنده في التمرين وبس، حرفيا كان شرس في كل تمارينه. ويرجع رونالدو تاني بعد فترة التأهيل والمعسكر ده بس بنسخة تفاجئ العالم كله، نسخة تخلي العالم مش مصدق ان ده رونالدو اللي كانوا بيقولوا عليه انتهى، نسخة مش بس رجعت له لياقته اللي افتقدها، بل نسخة خلت العالم كله يقول يا اخي يا ريت كانت حبيبتك خانتك من زمان، ويا ريت كان جالك الصليب عشان نشوف المتعة دي كلها. رونالدو من كتر قوته في الوقت ده بيبدا يتلقب بالالقاب اللي احنا عارفينها لحد النهارده، الظاهره والمجنون والمجرم دي بالذات، لان رونالدو حرفيا في الوقت ده كانه قاعد على جهاز بلاي ستيشن ومهكره، مش بيلعب بحقه حقيقي، كان حرفيا ما بيرحمش اي شبكه قبال، كان مشتاق للكره ولتسديد الاهداف كانه لسه بادئ لعب كوره النهارده. ومش بس كده، بعد 4 سنين من الابداع والجمال اللي قدمه رونالدو دول، يجي ميعاد كاس العالم تاني لسنه 2002 ويتاهل رونالدو مع منتخب البرازيل لكاس العالم.
العالم، والمره دي رونالدو ما كانش لوحده، بل كان معاه الساحر والمقرب لقلبي والملايين الناس حوالين العالم رونالدينيو. ورونالدينيو يعملوا ماتش اسطوري وقتها مع باقي الاساطير اللي كانوا موجودين في المنتخب. ورونالدو في الماتش ده جاب جونين في المنتخب الالماني، ويمسك الكاس في اخر الماتش ويرفعه بعد 4 سنين تاني من اشتياق لليوم ده. ومش بس كده، رونالدو بعدها كمان ياخد جايزه هداف كاس العالم ب8 اجوان جابهم في كاس العالم ده. ورونالدو بالرغم من انجازه الكبير الكروي اللي بيعمله في الوقت ده، الا انه بيبقى عارف ان الكوره بالذات لعبه مش دايمه، واكيد هيجي عليه وقت وهيعتزل، وعشان كده بيبدا بدري يستفيد من نجوميته وان العالم كله عارفه وقتها. فبيبدا في الوقت ده يعمل مجموعه من الاستثمارات الضخمه في اكبر واشهر الانديه في العالم، غير انه كمان بيتعاقد مع شركات رياضيه كتير ترعاه، وبيبدا كمان يشغل دماغه اكتر. وبدل ما الشركات الرياضيه ترعاه، بيطلب منهم ان يكون له خط انتاج ونسبه من خط الانتاج ده باسمه، زي ما عمل كده مع شركه نايك اللي عملوا له خط انتاج كامل من الاحذيه بهويته وباسمه. وغير كده كمان كان ذكي جدا في انه يسوق لنفسه اعلاميا على انه مش بس لاعب كوره، بل كمان هو واجهه اعلاميه ومتحدث قوي، وبدا يظهر في ايفنتات كتير وعروض كتير، ولحد دلوقتي هو لسه بيعمل ده غير كمان اعماله الخيريه الكتير جدا اللي بيعملها. وبالرغم من كده هو يعتبر واحد من اغنى لاعبي كره القدم لحد النهارده. اكتر حاجه بتعجبني في قصه رونالدو هنا هو الفرق الكبير بين جيلنا والجيل القديم. انا معاك ان ظروفهم كانت احلى مننا في حاجات كتير جدا، وكان في امكانيات عندهم مش عندنا دلوقتي، ولكن برضه خلينا متفقين ان الجيل القديم كان صلب وقوي نفسيا اكتر من جيلنا بكتير. يعني رونالدو ده لو كان موجود في جيلنا وبيتسوق له دايما ان عادي انك تنهار وعادي انك تتكسر ومفيش مشكله ان الراجل يقعد يعيط ويولول ويقول اشمعنى واشمعنى انا اتخان، خلينا متفقين ان في كتير جدا، وانا مش بقول الكل، بس في الاغلب معظم الجيل ده مجرد ما حبيبته بتسيبه ولا بتخونه يقعد يقول لك بس خلاص انا اتدمرت، انا نفسيتي اتبهدلت، انا قلبي اتكسر، ويقعد يشغل اغاني تامر عاشور وبتمنى انساك والشغل اللي كلنا عارفينه ده. لكن رونالدو على قد ما كان عارف انه غلطان انه علق قلبه قوي كده بحد، على قد ما مجرد ما انصدم فيه وعيط شويه ده ما وقفوش ان ينزل يلعب الماتش، حتى لو عارف انه مش هيأدي فيه ومش هيقدر يلعب فيه برضه نزل ولعب، حتى لو خسر وكان الافضل انه ما يلعبش بس داس على نفسه ونزل ولعب. وحتى لما طلع من الماتش حرفيا نفسيته متبهدله والدموع مش عارفه تسيب عينه برضه ما وقفش تدريب. وبالرغم انه طلع بعد كده وقال انه ما كانش مصدق اللي حصل وكان حاسس انه بيحلم ومش عارف ايه اللي حصل، الا ان العالم وقتها ما رحموش وقعدوا يتريقوا عليه، بالاخص شعبه اللي كان حاطط امال كبيره قوي عليه بيقول هو ده اللي هيجيب لنا الكاس. بس برضه رونالدو ما وقفش تدريب ولا اتكسر، وحتى لما رجع وجاله رباط الصليب والعالم كله قال خلاص كده رونالدو انتهى، برضه رونالدو ثقته في نفسه ما اتهزتش وكمل رغم انه عارف ان العالم كله ما عادش مآمن بيه ولا بقدراته زي الاول، بس هو كان مآمن بنفسه. وعايزك تخلي بالك من حاجه، كل ده ورونالدو كان لسه حتى ما تمش ال 22 سنه، اللي بلغه الجيل بتاعنا اتقال على كتير في السن ده انه لسه شاب ومراهق وما نضجش. صدقني رونالدو كان عنده 1000 شماعه و1000 حجه وعذر يرمي عليها كل حاجه، ولكن هو ما اختارش ده، فضل مآمن بنفسه وشغال في صمت لحد ما العالم كله اتفاجئ بيه. صدقني الاهم دايما من جسمك وموهبتك ومهاراتك هي عقليتك، هي اللي قادره ترفعك قوي لفوق وتخليك اسطوره الناس كلها بتتكلم عنها، وهي برضو اللي قادره عقليتك دي لو متوفر لك كل الموارد والمواهب اللي في الدنيا تجيبك في اسفل القاع. وخليك فاكر ان نوبادي مش مجرد جسم.